السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض رقاق الخطف. يعني هو شبيه شوية من الخبز الصاج، لكن مختلف في شوية في المقادير، يعني نسبة الدهون فيه اعلى شوية. بيبقى جميل جدا وحلو قوي في السحور، في الفطار، في سندوتشات الجبنة. حتى لو عملناه بالفراخ بالشاورما برضو جميل، لانه الدهون اللي فيه مديله طعم حلو قوي. زي ما انتم شايفين كده، انا معايا هنا 3 كوبايات دقيق، احط عليهم رشة ملح، معلقة خميرة فورية، معلقة سكر، معلقه سمسم. هقلب مع بعض كده المكونات الجافه كلها. معايا هنا كوبايه الا ربع قشطه، او لو عندك وش لبن، يعني اللبن اللي انت بتجيبيه كامل الدسم وبعد ما بتغليه بيطلع منه وش، اركنيه وجمعيه واعملي بيه. هبدا بقى اضرب القشطه بتاعتي مع الدقيق بحيث ان انا اغلفه كده مع بعضه. انا مستخدمه قشطه لاني مش هستخدم زبده. لو انت مش عندك قشطه حطي معلقتين زبده كبار كبار كبار، يعني حوالي 3 معالق كده زي ما انتم شايفين كده. انا هعجنه عندي بلبن. هبدأ دلوقتي انزل باللبن عندي شوية بشوية. دي اول نص كوباية. شكل العجينة بتاعتي بعد ما لميتها، العجينة بتاعتي حلوة وطرية وفي نفس الوقت مش بتلزق. هسيبها بقى شوية كده ترتاح عشان خاطر تنفرد معايا كويس. شايفين ناعمة ولونها فاتح وحلو ازاي؟ طبعا انت لو استخدمتي زبدة او استخدمتي سمنة هتاخد اكتر من كوباية لبن. تمام، خلي بالكم من الحته دي لغايه بس العجينه معاكم هتبقى حلوه كده وطريه. سبت العجينه بتاعتي ارتاحت شويه، انا مش عايزاها تخمر او حجمها يتضاعف، انا هشتغل فيها على طول. هبدا اقطعها كده كور على قد الطاسه اللي انا هشتغل فيها. انا مش عايزه اشتغل في حاجه كبيره المره دي، انا هشتغل في جريل عاديه خالص، فهقطعها يعني كور صغيره كده. لازم تراعي ان هي هتبقى رقيقه جدا، فلازم تبقى الحجم صغير عشان ما تفرتش منك ما تلاقيش حاجه تعملي فيها. تمام، قطعت العجين بتاعي كله وجهزته كله ورشيت طبعا في القاعده دقيق عشان ما تلزقش فيها، وغطيه وهبدا اشتغل في واحده واحده. جنبي شويه دقيق كده عشان خاطر يساعدوني وانا شغاله. هبدا افردها كده بايدي بحيث ان انا اديها الشكل الدائري كده اهي. ممكن تبططيها بايدك بس ما انصحش التبطيط بالايد عشان هياخد وقت طويل، فاشتغلي بالنشابه او بتشتغلي بالبتاع اللي معايا دي، مش عارفه اسمها ايه اصلا بس هي حلوه يعني. هترقي بقى، ترقي على قد ما تقدري. زي ما انتم شايفين كده انا رقيتها عندي خالص، حتى لو انتم ملاحظين الرسمه بتاع الرخامه تحتها باينه، رقيقه خالص اهي، وايديا باينه من تحتها. لازم يبقى رقيق كده ما يبقاش تخين، وانت بتعملي برضو ظبطي انك تخلي الاحرف رقيقه ما تكونش الاحرف تخينه، لان احنا بنطلع من جوه على بره فما تطلعش معانا تخينه. تمام، وبالراحه وانت بتعمليها عشان هي العجينه بتاعتي مش ناعمه، ان هي ما فيهاش حاجه، هي فيها سمسم، فمحتاجه بس ايه بالراحه كده واحنا بنعملها. هشغل الجريل بتاعي بعد ما سخن، هديت عليه النار، وهجيب عندي بقى العجينه بتاعتي كده زي ما انتم شايفين بالمنظر ده كده. دي محتاجه ان انا اكون واقفه جنبها، يعني ان انا اجهز كل الرقاق بتاعي وابدا اعمل بالراحه. يا اما زي ما انتم شايفين كده انا واقفه وبفرد اهو، والتانيه مجهزه بحيث ان انا اجيب واحده ورا التانيه، بحيث ان ايه، ان هي ما تبص مني. هتلاقي حتى ريحه القشطه بدات تطلع اهي، قلتها على الناحيه التانيه بدات تعمل فقاقيع. ريحته جميله قوي، ريحته طالعه خالص، ريحه القشطه حلوه، عامله له ريحه حلوه جدا. هي وفي جريل من غير المره اللي فاتت انا كنت عامله اللي هو الخبز الصاج، كنت عاملاه على الطاسه مقلوبه، وسالوني كتير الطاسه جايباها منين. هي مشكله مش في الطاسه بس، هي كانت الفكره ان انا ادي مساحه كبيره. لكن دلوقتي انا عملته على الجريل عادي خالص اهو. خلاص هو مش مطلوب منه انه ينتفخ ولا انه يفتح على بعضه، يفتح على بعضه مش هيبقى رقاق، ده هيبقى عيش. اهم حاجه بقى بعد ما يطلع ويبقى متظبط عندي كده، احطه ما بين فوطين.
لازم اسيبه يبرد في فوطه، ما اسيبوش للهواء لان هو رقيق مش تخين، علشان خاطر ما ينشفش مني ويتكسر. بسم الله ما شاء الله كميه كبيره، وهو الرقاق بتاعي طري جدا ورقيق وفي نفس الوقت بصوا انا لميته في ايدي اهو، متقطعش، مجربوش اي حاجه. ممكن يتعمل سندوتشات، يتعمل في الشاورما، يتعمل في اي حاجه، هو بس في القشطه، لكن يفضل ان هو يتاكل كده يعني تغمسي بيه، انه طعمه وريحته بصراحه فظيع يعني. بالنسبه بقى انا بس حاطه لكم دي كده للعرض يعني عشان تشوفوا المنظر مش اكتر، لكن انت عايزه تعينيه في بلدنا بنعمله كده، تحطي واحده في قلب واحده كده وهتلفيه وتحطيه في التلاجة في كيس، وقبل ما تيجي تاكليه هتطلعيه بالظبط مفيش 10 دقايق ربع ساعه بالكتير، طبعا عشان هو رقيق هيفك. هتسحبيها كده كده يعني، هي كده هي متطبقه كده، هتسحبي دي كده هي متجمده، هتسحبيها تطلع كده وخلاص يبقى فك عندك. لو انت حابه تحسي بطعمه كسخن ان هو سخن قوي يعني، اعمليه في الفرن او في الميكرويف، مفيش يعني 5 دقايق. الكميه بتاعت 3 كوبايات دي ادتني بسم الله ما شاء الله يعني 20 رغيف. انت لو بتعملي 3 كوبايات عيش مش هيدوكي الكميه دي كلها، وبياكل برضو حلو وفيه غذاء طبعا لانه فيه لبن وفيه قشطه. ان شاء الله اتمنى ان الطريقه بتاعتي تعجبكم وتجربوها، ولو اول مره تشوفوا القناه بقى ما تنسوش تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم ان شاء الله في وصفه برضو تكون سريعه ومفيده قريب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.